الحذاء بكم؟ شوفوا الحذاء، حذاء ب89 و90 فرنك. يعني مثلا حذاء الواحد هنا بيعمل لك حق كم في السودان مثلا. شوفوا الأحذية ما شاء الله، دي الأحذية أوريجينال يعني أصلية. انت عليك تيجي تاخديها. مثلا هنا حساب 69 الشبشب ده، لكن أوريجينال. ربحتين كده ب38 حلو جدا. أنا كان عندي منه. وده للناس اللي بيلبس الثياب مثلا، دول الناس اللي بيلبسوا الثياب حاجات أوريجينال. بالمناسبة أنا بصمم أحذية كريسي، بصمم أحذية. شوفوا دي طواقي الصيف يا بنات، هذول اللي عايز طاقية للصيف الحاجات دي. حتى السمحة شديدة خلاص. فأنا دايرة أقول لكم شنو إنه مثلا هنا في حسب مثلا الدكان والماركة. مثلا في ماركات بتجي من الصين، وفي ماركات بتجي من الدول الإيطالية. لكن يا بنات أنا دايرة أقول لكم أنا بصمم أحذية والله جد. أنا بصمم أحذية، عندي تصاميم سمحة شديدة خلاص. لو حابين ادخلوا لي خاص، بس برسل لكم. فلو في مرة عايزة تصاميم معينة أو شكل معين ترسلوا لي، لأن أنا بحب ده عملي، أنا بحبه جدا. وبرسل لكم الكتالوج تبعي إن شاء الله. الله يسلمك. برسل لكم الكتالوج برسل لكم. بس أنا دايرة أشوف هنا عندي حاجة دخلت الكوب، دايرة أشوفها وأتكلم معاكم بعدين. يلا شباب، لو حابين كمان بس أشوفكم الأسعار هنا كمان. يلا مثلا هنا أنا عايزة شنو يا ربي. السلام عليكم، صباح الخير، صباح السعادة. شفتوا كيف؟ شفتوا الزقاقات دي؟ أطلع عليكم بهنا. الليلة جينا مدينة اسمها لينسبورغ. المدينة دي سمحة شديد أقول لكم. أنا في حاجات، في ملابس. انت لو دارة تجي سويسرا هنا لازم في حاجات انت تعرفيها. الأسعار هنا مثلا شوفوا الحاجات دي أسعارها بتختلف، فهمت علي؟ الملابس بتختلف. ممكن أدخل لكم جوا لكن ما عندي وقت. مرة تانية هنا الأسعار زادت بعد كورونا. أكتر دولة فيها يعني أسعار عالية سويسرا، لدرجة الناس اللي فيها حتى المواطنين يقول لك بيفونو يعني المواطنين السكان الأصليين. بيفونر يعني السكان هم بيمشوا برا مرات بيشتروا من الدول المجاورة، مثلا من الأوسلندر، من الدول المجاورة. هم بقول الدولة الأجنبية يعني. فالاتحاد الأوروبي مرتبط مع بعضه، لكن بيمشوا بيشتروا من هناك، بيشتروا من ألمانيا وفرنسا وهولندا. إيطاليا طبعا قريبة برضو. يلا هنا شوفوا دي المدينة الصغيرة دي. هنا في قصر مرة أوديكم لها. طبعا هنا يا شباب سبحان الله يعني
الأسعار عالية جدا. أي واحد حاب يجي سويسرا هنا لازم يعرف حاجتين. الحاجة الأولى آه أول ما يدخل لازم يعمل له تأمين صحي. بعد التأمين الصحي لازم يعمل لك كارت الباص. ده مهم جدا، لأنك أنت لما اختار كارت الباص يجيبوا لك غرامات عالية جدا. بعدين أنت تعرف شنو، لازم تعرف قوانين البلد. مثلا هنا لما نيجي بالليل من الساعة 8 7 لازم، يعني مثلا لو عندك أطفال لازم ينوموا، وما في حركة وما في نظافة بالليل. المكنسة الكهربائية ما في إزعاج. لو عملت إزعاج بيجيبوا لك شنو، بيجيبوا لك البوليس، بيجيبوا لك الشرطة. عشان شنو؟ عشان تعمل لك الخرامات والحاجات دي. عرفت علي؟ فأنا بس داير أقول لكم إنه هنا لازم تحترم قوانينهم. إذا ما محترم قوانينهم حتى لما تجي للجنسية صعبة جدا، وتدفع الضرائب بالمناسبة. وفي كمان إنه مثلا في سويسرا لو دار تجي تعيش فيها لازم يوم السبت، لازم يوم الأحد تقصد ما في غسيل، إنك ما بتغسل ملابسك. لأنه هنا في نظام في سويسرا إنه لو مثلا الجهاز الأجهزة دي بيكون في القبيضة شنو، في المبنى بتكون يعني مكان الكلر المخزن تحت، يعني مشترك. فهمت علي؟ في ناس عندهم هسي مثلا في الباركين في هنا بتجيبوا ماشين، بتجيبوا جهاز عشان تغسل لوحدك وكده. وثم ثانيا دي حاجة كعبة جدا، حاجة صعبة جدا، لأنه مشترك. لكن هو كده خلص، الأجهزة هم مصممينها كده، لأنه بلد فيها تطور صراحة، ما زي البلدان التانية. تمام. هنا في سويسرا مثلا في شنو تاني دار أقول لكم، مثلا تاني شنو الحاجات المهمة. اللغة، انت لو ما بتعرف لغة ما بتقدر تشتغل في سويسرا. هنا احنا هسه في اتجاهنا ده بيتكلموا اللغة الألمانية لحد وين، لحد زيورخ. وفي اسمه، وفي كمان وفي هنا كمان، وفي شنو وفي جنيفا بيتكلموا اللغة الفرنسية. وفي هداك شنو اسمه، الاتجاهات التانية كمان بيتكلموا الإيطالية هم الأربع لغات، فرنسية وألمانية وإيطالية ورومانية. يعني أي زول إذا شالوا في كنتون معين، كنتون معناته اسمه شنو، كنتون معناته اسمه المقاطعة أو المدينة اللي انت أخدوك فيها. انت بتمشي اسمه شنو، بتمشي اللهم صل على محمد، بتمشي تاخد منها اللغة حقتها والأوراق. أوراق نفس الأوراق لكن بتختلف. كل مقاطعة هي بتعمل، كل مقاطعة فيها بتعمل إجراءات يعني معينة. مثلا الضرائب بتختلف، الإجراءات هو نفس الإجراءات لكن بيكون في خلاف بسيط. مثلا بطلبوا منك دوكومنت انترلاجون، يعني شنو، أوراق معينة مثلا. تمام. هنا لازم التعليم. أنا بوصيكم بس إذا أنت جيت البلد دي ما توقفوا تعليم نهائيا، لأنه أنتوا كده حتصلوا لحاجة اسمها شنو، المنحة الدراسية أو الأوس بلدهم. بتصلوا له كيف؟ بتصلوا له خطوة خطوة. مثلا بتبدأ من الآ والآ سباي والبي سباي، بعدين تمشي سي وسي سباي. يعني هم من كم مراحل، مرحلتين دو، مرحلتين بي 2، مرحلتين بي سباي، أقصد سي 1 سي 2. ديل كم لو حسبتم يعني مثلا 2 4 6 مراحل، لكن كل مرحلتين مستوى معين، كل مرحلتين مستوى معين. المهم أنا بس دار أوصيكم وأوصي الشباب الفيديو ما تمشوا فرنسا وما تمشوا ألمانيا.
تعالوا في الدول الاسكندنافية أو الدول الشنجن وقدموا فيها، تمام، لأنه بتلقوا فيها فرص، خاصة السودانيين. ما تمشوا أي دولة تانية، تمام. دارين تمشوا امشوا أمريكا، كندا، امشوا بريطانيا. البريطانيين البريتش بيستقبلوا السودانيين جدا. السويسريين ناس لطيفين، ناس حبوبين، ناس طيبين، ناس بيتعاملوا مع الأجنبي، بدوك المكان، بدوك الاحترام، تمام. الفرنسيين ناس دخلاء جدا صراحة. يعني أنا ما أقف معهم، لكن ما حبيتها الدولة دي، مع إنه أنا أسرتي فيها، لكن ما حبيتها نهائيا، لأنه صعبة. حتى البيئة حقها ما حبيتها، حتى هنا ضعيف، يعني مستواهم كده. المهم فرنسا دي فيها ميزات ما كويسة للاجئ صراحة، خاصة السودانيين. ممكن أنا بنصح مثلا السوريين، الفلسطينيين. أنا عندي صاحبتي فلسطينية هنا، ممكن يمشوا فيها. ليش؟ لأنه بيدوك فيها الاحترام والمكانة، بيدوك الورقة سريع. لكن السودانيين ما يمشي معك. أي هنا دولة استعمرت دولة هي اللي بتكون بتسهل لها الأوراق.